لو انت في تالتة اعدادي ولسه مخلصتش منهج الدراسات فالفيديو ده ليك. اول حاجه هو انك تبحث على اليوتيوب عن قناه مستر عطا زكي. القناه دي عليها شرح كامل لمنهج الجغرافيا والتاريخ لتالتة اعدادي، شرحها بسيط جدا وهيسهل معاك الحفظ. وطبعا الكتاب الاساسي اللي هتذاكر منه هو كتاب الامتحان. طب ايه هي افضل طريقه ممكن اذاكر بيها الدراسات؟ اول حاجه خالص لما تفتح الدرس تبدا تسمي الله وبعدين تقرا الدرس كامل بتركيز دون اي تكرار او حفظ عشان تربط الاحداث ببعض وتاخد نظره شامله عن الدرس. تاني حاجه هتعملها بعد ما فهمت الدرس بيتكلم عن ايه وايه اللي هياخد منك وقت كبير وايه اللي ممكن ياخد وقت صغير، هي انك تبدا تحفظ الدرس حته حته. يعني تمسك اول قطعه تحفظها كويس قوي. يكون اول قطعه دي بتتكلم عن بما تفسر احتلال الدوله العثمانيه لمصر. انت هتبدا تحفظ السؤال كويس قوي، ما تدخلش على القطعه اللي بعدها او السؤال اللي بعده الا لما تحفظ الاولاني وتتاكد انك حفظته. وعشان تتاكد انك حفظته لازم تسمع لنفسك، ولو لقيتك بتقول الاجابه صح يبقى انت كده المعلومه ثبتت في مخك. طب ايه هي اسرع طريقه ممكن تحفظ بيها الدراسات؟ اول حاجه هي تكرار المعلومه اكتر من مره بالصوت لحد ما تثبت معاك. ثاني حاجه هي انك تسمع المعلومه لنفسك وتشرحها ببساطه زي ما فهمتها بالظبط. ثالث حاجه اللي انت المفروض ما تعملهاش غير في حاله واحده بس، هي انك تكتب المعلومه. يعني لو لقيت المعلومه ما ثبتتش معاك من اول مره ابدا اكتبها يمكن تثبت معاك اكتر. صحش انك تذاكر الدراسات بالكتابه لان الكتابه الفتره دي هتستهلك وقت كبير قوي منك، كمان مش هتثبت المعلومه معاك زي تكرار المعلومه بالصوت كذا مره. دي بقى للنقطه الاهم في الفيديو وهي الحل. لازم بعد حفظ الدرس تبدا تحل الاسئله اللي وراها على طول لانها باختصار ملخصه لك الدرس كله ومفيش امتحان هيطلع براها. السؤال اللي يقف معاك وانت بتحل افتح الدرس تاني واحفظه وبعدين ارجع جاوب عليه، وحاول على قد ما تقدر تحل اسئله الامتحانات والمحافظات بتاعت السنين اللي فاتت. هتلاحظ وانت بتحل انها اسئله متكرره ومفيش جديد. وبس كده، دي كانت اسهل طريقه تقدر تلم بيها الدراسات، ونزلت قبل كده الهندسه والرياضه وازاي تلم العلوم. اكتبوا لي في الكومنتات عاوزين فيديوهات عن ايه تاني وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا. اعملوا سبسكرايب في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.